عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد، ان شاء الله تكونوا بألف خير. غبت عليكم مديدة، اما هاني رجعت لكم فيديو من قلب الحدث. كما تعرفوا عيد الفطر المبارك على الابواب، ان شاء الله يا رب ينعاد علينا بالخير وما فماش عيد ما نعملوش فيه البشكوت والصوابع. الفيديو تفصيلي، قلت لكم الروسات بالتفصيل، ننصحكم تكملوا تتفرجوا في الفيديو للاخر. يعني هاني جبت لكم الروسات وانتم ما عليكم كان باش تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. واللي اول مره يزور قناتي نقول له مرحبا بيك، ما تنساش تفعل الجرس باش يوصلكم كل جديدي. توا نجيو للروسات متاعنا. حطينا 11 بيضه، وحطينا كيلو سكر، وهذا اروم تاع فاني، باش نزيدو نحطو معاهم 5 ساشيات سكر فاني. سكر فاني يعني سكر حبيبات ومعاهم الاروم. راهو السكر فاني يحدث الفرق ويزيد يبنن على الاخر، ابار ما انه حطينا الاروم يعني نحطوهم زوز مع بعضهم. وباش نحطو لتر زيت، وباش نحطو معاهم العطرشية نصف كاس وقشور البرتقال، باش نخلطوا المكونات هذوما الكل مع بعضهم. ومن بعد باش نضيفوا كمية الفارينة اللي هي 3 كيلو فارينة، باش نضيفوا عليهم 90 جرام خميرة حلويات. واول مرحله باش نعملوها بعد ما حطينا المكونات الكل مع بعضهم، اللي هما البيض والسكر والفانيليا والعطرشيه وقشور البرتقال، باش نركضوهم بالكدا بالكدا حتى لين يبيض الخليط ويذوب السكر اللي مع العظم. ونضيفوا الزيت نباتي تدريجيا مع الباتور، هو يركض هكاكا واحنا نضيفه في الزيت كيف ما تشوفوا في الفيديو. ملاحظة صغيرة باش نقولها لكم، هذه روسات اللي عطيتها لكم عبارة يعني روسات نوتر. انتم تنجموا تضيفوا اي منكه تحبوه انتم، والا اي حاجه تحبوها يعني تحبوا تفوحوا بها البشكوت نتاعكم. على خاطر فما ناس ما تحبش القوم تاع العطرشيه، ينجموا يفوحوا بالاروم تاع البنان مثلا. فما ناس ما تحبش قشور البرتقال، ينجموا يفوحوا بالسيترون، بالقوم تاع السيترون. كل حد حر في الحاجه هذه، اي نكهه تحبوا عليها في البشكوت نتاعكم تحطوها. اما راهو قشور البرتقال والعطرشية يبنن برشا البشكوت ويعملوا كالريحة البنينة. والبشكوت لازم ضروري انه يتنكه باش ريحة العظم ما تجيش في وسط البشكوتو. وتوا ضفنا كمية الخميرة الحلويات اللي هي 90 جرام، وباش نضيفوا عليهم كمية الفارينة. لكن احنا قبل ما نضيفوا كمية الفارينة باش نضيفوا كمية متاع جلجلان، تقريبا 300 جرام وإلا 400 جرام جلجلان. كل حد قداش يحب يحط مرحي كيف ما تشوفوا هكاكا. وتنجموا تحطوا فاكهة، تنجموا تحطوا بوفري كونكاسي ولا لوز، اي نوع متاع فاكهة تنجموا تحطوه في وسط البشكوت. ولكن ننصحكم تحطوا الحاجة كونكاسي باش تتحس في المطعم متاع تتحس في كعبة البشكوتو. خاطر كي تبدا الفاكهة بودر تولي بات وما تظهرش، ما تظهرش يعني في البشكوتو. وتوا نخليو البيترا متاعنا تعجن بالكدا حتى لين تتلم العجينة، ونتحصلوا على بات تكون طرية ما تكونش يابسة. ملاحظة مهمة برشا، تكون طرية وفي نفس الوقت ما تتلصقش في اليدين. كانت تكون يابسة البات راهي الكعبة البشكوتو تجيكم مجرحة من الفوق وتجيكم مشرفة ويكون منظرها مش مزيان. هاكم شفتوا التكستير متاع البشكوتو متاع البات كيفاش. وتوا حضرنا الماكينة متاعنا والقمع موجود والبلاتوات موجودة، ودهنا يدينا بالزيت النباتي والبلون دو ترافاي بالزيت النباتي باش البودان متاع البشكوتو ما يلصقش على الرخامة. وباش نبداو واحدة لاهية بالماكينة والاخرى تهز وتحط في الطبق بالطريقه ذيك. بطبيعه مانيش وحدي، اكيد تعرفوا شكون معايا سندس اختي. اني لاهيه بالماكينه ولا العكس بالعكس، ونهزو البودان هكاكا ونمدوه شويه. معناها ندوروا بالطريقه ذيك بين يدينا ونطولوه شويه 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 باش تجواد البودان تاع البشكوت. وعلى خاطر من بعد كما تعرفوا البشكوت يزيد يكبر في الفور وتولي الكعبه مش مزيانه. هكاك بالطريقة ذيك الجود يبدا معقول بطبيعة، مش جويدة على الاخر البودام متاع البات. ونرصفو في البلاتو وما نقصوش الجناب، ما نقصهمش على البلاصة على خاطر ما نقصهمش فيسع فيسع يعني. نخليو البات ترتاح شوية على خاطر البودام تاع البشكوتو يتقلص كيف ما تشوفوا في البودام هذاك. هاك مريتوني كيفاش قصيتو يعني في البلاتو من الجناب. شوفوا كيفاش البات تقلصت، نحاول نخليها هكاكا البات هابطة من الجناب من البلاتو منا ومنا، ومن بعد نقصها بالكوبات وتشوفوا في بقية الفيديو. ان شاء الله تكونوا فهمتوني على الفازة هذه شنو حبيت نوصل لكم بالمعلومة، شنو حبيت نوصلها لكم. توا نقصوا الجناب هذمك وتوا تشوفوا البات كيفاش تبدا مرتاحة وامورها واضحة، البودان لا يتقلص ولا حتى شيء. بطبيعة كبر كعبة البشكوتو راهو اختياري كيف ما تحبوا نتوما. احنا قاسين على 4، راهو نتوما تنجموا تقصوا حتى على 3 يعني.
العرض هذاك بالنسبة للبلاتو هذاك راهو 40 على 60. العرض يعني 40 بودا متاع طول البودا 40 سنتيمتر، قسيناه على 4، نقيسو بساشيت الخميرة ونقصو بالكوبات بالطريقة ذيك، يجونا الكعب الكل بسم الله ما شاء الله. الكعبة وقتها وهاكم تشوفوا في البشكوت متاعنا ما شاء الله مراية بالحق، روسيت انراتابل، ننصحكم تجربوها وتقولوا لي رايكم وتقولوا لي كيفاش جاكم البشكوت. راهو بنين، راهو هشوش، راهو يعمل 66 كيف، ريحته طالعة ما شاء الله. كان نسيت ما قلت لكم مش معلومة ولا نسيت ما قلت لكم مش حاجة، قولوا لي في الكومنتات بإذن الله نجاوبكم. توا البشكوت متاعنا بريسك قريب يحضر، مازال كان على الفور. بالطبيعة نكونوا سخنا الفور متاعنا على 150 درجة، مش أكثر ومش أقلش من 145 درجة، نتوما وقوة الفور متاعكم. توا ندخلوا البشكوت متاعنا للفور ونتفقدوه ساعة لساعة، ساعات يقعد نصف ساعة، ساعات يقعد ساعة غير ربع، كل حد والفور متاعه كيفاش. ما نجمش نقول لكم الوقت، بالطبيعة عسوا عليه تنجموا تحلوا الفور في أي وقت. وتوا هذا البشكوت متاعنا حضر بعد ما خرج من الفور، ما شاء الله ريحة صدقوني ندكم وما نشهيكم. ننصحكم فعلا انكم تجربوا الريسيت وما تنساوش ترجعوا لي وتقولوا لي شنو رايكم. وتوا وصلنا لنهاية الفيديو، ما بقى لي كامش نقول لكم بسلامة ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.